كده ايوه. الواحد كده سامع انا كده سامع صوتي، انا كده حاسس ان انا والله العظيم هتجنن، اقسم بالله هتجنن، محدش يقعدني لوحدي. الجوكر واحمد سعد، طب تيجي ازاي دي؟ هو هنا بيعيط تقريبا، يعني انا حاسس انه بيعيط حاجه زي كده يعني. وهلا والله يا الخوت، ورجعنا لكم بفيديو جديد اهو. شد اللايكات، شد السبسكرايبات، شد الحاجات الحلوه دي بسرعه اللي انا بحبها فشخ اصلا. انت جرب تعمل لايك او جرب تعمل سبسكرايب لو انت مش مشترك معانا في القناه، انزل واشترك حالا وفعل زر اشترك واعمل لايك، يعني انت فاهم. يلا نخش في الفيديو. مبدئيا كده حابب اقول ويلكم باك للجوكر، لانه غايب من اخر مره كان موجود فيها تقريبا من بعد اعلان تايجر، وقبل اعلان تايجر كان البيف. دي اخر حاجه انا متذكرها له بصراحه، ممكن تكون في حاجه بس انا مسقطها، بس يعني دي اخر حاجه انا فاكرها له. فانا احب اقول ويلكم باك ايها الجوكر. فيعني الجوكر راجع، ومش راجع لوحده، لا ده الجوكر راجع مع احمد سعد في تراك اسمه مولانا. احنا داخلين نعمل عليه رياكشن. انا يعني بعيدا عن الشكل، انا عارف ان انت يعني الشكل غريب قدامك، فيعني ما لسه حالي الجوكر لسه منزل تراك، فهي جت صدفه. انا كان نفسي اطولك اكتر من كده عبال ما شعري يطول. فيلا بينا ندخل نسمع التراك ونشوف اذا كنا هنتحنيك على حاجه ولا لا، لان انا جايه مني حنيكه جامده قوي. طالما الجوكر اللي نزل التراك يبقى انا جايه مني حنيكه للصبح. فيلا بينا. بص عشان تبقى فاهم، بس انا متفاجئ فشخ بصراحه. لو انت مش متفاجئ فانا متفاجئ، فانا متفاجئ فشخ. فليه بقى انا متفاجئ؟ احنا ندخل نتحنيك ونشوف انا متفاجئ ليه. ضلمه في اركان الفكر، الذئب اللي في حلقه الذكر، البحث عن نور ومش حكر، كان في منه في شخصية البكر. تعال بص مثلا على اول 4 مرات الجوكر بيقول لك ايه بقى. هو اللي بيفتح التراك: ضلمه في اركان الفكر، الذئب اللي في حلقه الذكر، البحث عن نور ومش حكر، كان في منه في شخصيه البكر. انت لو هتبص على اول 4 مرات يا خراب، يا نهار ازرق، يعني يا نهار ازرق على الرايم. الفكر، الذكر، الحكر، البكر، يعني حرفيا الرايم بنفس ال3 حروف، يعني بنفس ال3 حروف. يعني انا مش عارف افهمها لك، مش عارف اوصلها لك ازاي، بس يعني الكلمه اللي بترايم مع البار اللي وراها، او اللي بترايم مع الرايم اللي وراها 3 كلمات بس، يعني قصدي 3 حروف بس. يعني فكر، ذكر، حكر، بكر. لو هتبص على ال4 رايمات دول فالكلمه 3 حروف. انت فاهم يا اسطى الجوكر بيكتب ازاي؟ انت واخد بالك؟ ده بعيدا عن المعنى بتاعهم. المعنى بتاعهم مثلا ضلمه في اركان الفكر، ماشي، يعني كل واحد فينا برضو في فكره وحاجات انت فاهم. برضو الذئب اللي في حلقه الذكر، انت لو هترسمها مشهد تصويري في دماغك فانت هتشوف، يعني هتشوف توهه بمعنى اصح. البحث عن نوره مش حكر. الحكر هنا يعني انا حاسس انه يقصد بيها حاجه، لان حاسس انها مش جاي من كلمه احتكار، انت فاهم؟ يعني مش كلمه احتكار فجاي منها الحكر، لا الحكر هنا علشان البر اللي وراها برضو يعني مأكد لي الحته دي قوي، اللي هو كان بيقول لك كان في منه في شخصيه البكر. الحكر اللي تقريبا اللي الجوكر بيقصده اللي هو كان بيساعد ناس، انت فاهم؟ لان اصل المعنى كلمه حكر دي انا مش عارف اوصفها لك، بس هي البر اللي وراها على طول بيقول لك كان في منه في شخصيه البكر، اللي هو كان تحس انه كان بيقول لك انا كنت بساعد الناس في شخصيتي القديمه ايام ما كان فيها ضلمه في اركان الفكر. يعني ال4 مرات جامدين قوي فعلا. يعني ما تعلوش علينا المنافسه، لو احسن انت احسن لنفسك، اما لو عينك على اللقطه يبقى انت من جوه مش احسن. انا مستمتع. فعندك هنا بقى الجوكر بيكمل بقى وبيقول لك ايه: ما تعلوش علينا المنافسه، لو احسن انت احسن لنفسك. يعني ما تحاولش تعمل منافسه لانها كده مش تبعك، انت لو احسن فهتكون احسن ليك، مش مش بتعلي علينا حاجه بمعنى صح. اما لو عينك على اللقطه يبقى انت من جوه مش احسن. بقى بره جميل والدنيا حلوه، يعني تاني 4 مرات حلوين قوي، ويعني مفسرين نفسهم برضه. بس ان كنت الحق انا مستمتع بالتراك. جاي من ابعد نقطه في الشمال، عارف اني ماشي صح مهما تقال، تعرف اي حد يعاير باللي كان، حالف اجاوب بس اللي حقه السؤال. التراك انا حاسس فيه فايب اللي هو وقفه ناصيه زمان بتاعت احمد مكي، في حته اللي هي الذكر قوي، انت فاهم؟ اللي هي المولد والذكر، عجباني قوي الحته دي. لكن مش عاجبني احمد سعد لما بيردد نفس الكلام اللي هو نفس اول البارات اللي بيقولها الجوكر، اللي هو ضلمه في اركان الفكر. ضلمه في اركان الفكر، الذئب اللي في حلقة الذكر،
البحث عن نور ومش حيك، كان في منه في شخصيته اللي مش حاسسها لايقه خالص مع احمد سعد. يعني احمد سعد عمل لقطه كده في النص كده، هي دي لقطه احمد سعد، هي دي لقطه احمد سعد في التراك، هي دي اللقطه اللي دخلك في فايب كبيره فشخ. يا ستنا في عرض انك تاخد بيدنا، نفوسنا بتحاول تصيدنا، وكينا لا تسيبنا. مش عارف اذا كنت انت فاهمني، والله مش عارف اذا كنت انت فاهمني ولا لا، بس يعني المهم تعال نكمل ونشوف. المهم هنا بقى بيقول لك ايه بقى، بيكملك بقى هنا بيقول لك ايه، جاي من ابعد نقطه في الشمال، عارف اني ماشي صح مهما اتقال، كارف اي حد يعاير باللي كان، لو هتسترجع فاسترجع البيف وقت ما كان بيتقال له انت كنت شمام ولا كنت مش عارف ايه وكنت ايه وكنت ايه. فانا بقول لك كارف اي حد يعاير باللي كان، حالف اجاوب بس اللي حقه السؤال. وبصراحه ما اكدبش عليك، يعني انا برضه حاسس انه في حته كده اللي هو وهو بيكتب البار، يعني شايف قدامه كده واحد اسمه مازن او واحد اسمه ابو يوسف. ما اكدبش عليك، يعني اللي هو هتنكشني هجيلك، يعني هتسالني هجيلك، انت فاهم يعني. والله حاسس قوي البار ده يعني في سكه كده، لما هو كان بيتكتب كان ده اللي في دماغه، مش عارف ليه والله عندي الاحساس ده، بس يعني هو ده الاحساس اللي عندي. فبصراحه حلو، انا مستمتع بالتراك، انا عندي دلوقتي انا مستمتع جامد بالتراك. ولا مش هسيبكوا تاكلوا روحي زي السوس، ولا هشارك في سباقات اخسرها فوز. نفوس تعوز فلوس، نفوس تدوس. فبيكمل بقى هنا بقى القادر، شوف بقى القادر بقى هنا بيقول لك ايه، ولا مش هسيبكوا تاكلوا في روحي زي السوس، اللي هو يعني مش هاكلوا مش انا مش عايز اتعصب، انا مش عايز اتوتر، انت فاهم، انا سيبني كده. يعني انا البارات حلو قوي، انا البارات عجباني قوي، انا متوتر وانا لسه هشرح البارات، انت فاهم. فهنا بيقول لك ايه بقى، ولا انا مش هسيبكم تاكلوا في روحي زي السوس، ولا هشارك في سباقات اخسرها فوز. انت فاهم يعني ايه اخسرها فوز؟ لو هتسترجع حاجه او لو عايز تفهم البار ده، ففي بار قاله حمورابي لابي يوسف زمان ايام ما كان دخلوا بيف مع بعض، اللي هو بمعنى اصح انا رديت عليك يبقى انت اللي كسبت. فهنا الجوكر بيقصد حاجه شبه المعنى ده يعني شويه، اللي هو بمعنى اصح اخسرها فوز، اللي هو اصلا باللي بيعمله في السباقات دي هو فايز، لكن بمشاركته في السباقات دي هو خسران، بيقلب من نفسه بمعنى صح. نسيب ده كله بقى يا زميلي ونروح للبار اللي المفروض احمد سعد والجوكر بيقولوا مع بعض، نفوس تعوز فلوس، نفوس تدوس تبوظ. بص بقى، يعني انا عندي حنيكه خاصه بالبار ده، ما اكدبش عليك، يعني انا حسيت حنيكه كده فلازم اقول اعذرني، انا لازم اتحنيك لك برضه في حاجه زي كده. هنا بقى بقول لك ايه، نفوس تعوز فلوس، نفوس تدوس تبوظ. نفوس جت مرتين وتعوز جت مرتين، لكن الفلوس جت مره واحده. انا مستغربها ما اكدبش عليك، فانا عشان كده الحنيكه بتاعتي ظاهره، يعني هتحنيك عليك بعد كده. وقت ما تعوز، يعني وقت ما النفوس تعوز الفلوس هتجيب نفوس، والنفوس هتدوس وهتبوظ. مش عارف قدرت اوصلها لك ولا لا، بس البار حلو، ولو كان يقصد بيه بالمعنى اللي انا قصدي عليه او اللي ممكن يكون وصل لك، مش عارف اذا كان وصل لك ولا لا، ما اكدبش عليك يعني. فجامد فشخ والله، جامد فشخ. العوز ده بلا قلبك بيفضل مراسة بتتملى، نسحم نفوسنا نتخبط في الخلا، نطمن بغير وما نعيش الا في قلق. بص بقى، دي حته احمد سعد كده وابو الجوكر ابو الجواكير كده مع بعض، يهم بقى بيقول لك ايه، العوز ده بلا قلبك بيفضل مراسك تتملى، بالعوز اللي هو انك عايز او بتطلب باستمرار من غير ما تحمد ربنا بمعنى اصح. نزحم نفوسنا ونتخبط في الخلا، نطمن بغيره وما نعيش الا في قلق، انك عايز باستمراريه ما بتحمدش ربنا ودايما بص لحاجه ابعد وهكذا، بس بتبص لها بطريقه وحشه، يعني مش بطريقه اللي هو ده هدف او مش ده هدف، بطريقه اللي هو انت عايز ما بتحمدش ربنا، انت خدت بالك على اللي معاك او مش شايف قيمه اللي معاك وهكذا. فبيقول لك نطمن بغيره وما نعيش الا في قلق اللي هو انت انا امتى هوصل له، انا امتى هجيب، انا امتى هوصل، انت فاهم الحاجات دي. محدش مطول العالم دهلته، كله مع شيلته، ابيض في جيمي لو جيمك قفلته. محدش مطول في العالم دهلته، والهيلتون يعني حاجه مصغره اصغر من الفندق تقريبا، يعني اللي اعرفه عن اصغر من الفندق، فهي بتبقى ليله ليلتين 3 ليالي على ما تفرج، يعني بمعنى صح اللي هو بمعنى صح مش هتطول، لان العالم ده هيلتون، يعني يوم او يومين ما تفتكرش نفسك انك مطول، كله مع شيلته. ابيض في جيبي لو جيبك قفلته. مش حاسس ان الابيض اللي في جيبه اللي هو يقصده مش اللي هو، لا انا حاسس ان الابيض في جيبه اللي هو الرضا بمعنى صح، مش عارف ليه بس حاسس انه الرضا. تراك اسمه مولانا، فانت تلاقي كل حاجه روحانيات قوي وذكر بقى والحوارات دي، وانا عاجبني قوي فايب التراك مكيفني فايب قوي. بس اكتر حته فصلاني في التراك لما احمد سعد بيعيد اول البارات اللي بيقولها الجوكر، والله يعني دي فصلاني قوي لانها ما حسيتهاش انها لايقه خالص. فيش كفن بجيوب افعالنا بتحبر قدرنا المكتوب، الناس اللي بتغرق في الضلمه وتدوب، مش هو اللي نسيهم ده هم اللي
ممسوك. فبيكمل بقى هنا الجوكر بقى ويقول لك ايه: مفيش كفن بجيوب، افعالنا بتحبر قدرنا المكتوب، الناس اللي بتغرق في الضلمه وبتدوب مش هو اللي نسيهم، ده هم اللي نسيوه. وهنا قصده على العباده، انت خدت بالك، وربنا بقى وازاي ترضي ربنا يعني باين قوي. البارات حلوه قوي، وحلوه قوي البارات كمان، حلوه قوي البارات في تفسيرها. انا عايز اكل البارات دي. محدش رايح له بيتوه، واعد ما يرد اللي يروح، مهما نتخطى المسموح، حاضر وبابه مفتوح. مش عارف اقول لك ايه والله عن البارات، بس البارات فعلا حلوه. هنا مثلا برضو بيكملها لك بيقول لك ايه: محدش رايح له بيتوه، واعد ما يرد اللي يروح، مهما نتخطى المسموح، حاضر وبابه مفتوح. باب التوبه بمعنى اصح، يعني مهما تغلط ما تحاولش انك تتردد انك تروح لربنا او انك تقرب لربنا. انا ما اعرفش ازاي بيقولوها في اغاني يعني لحد كده. انا شايف ان التراك حلو قوي، التراك حلو قوي، وفعلا يعني مش عارف اقول لك وفعلا ايه. يعني التراك حاسس انه ممكن يطلع ترند اول في المزيكا، وده هيستاهلها وهيستاهل المكان اللي هيطلعها في الترند عامه. بس فعلا التراك حلو قوي، يعني التراك كفايب حلوه. احمد سعد اختيار حلو قوي للجوكر، وخصوصا في ليركس زي كده، وخصوصا في اسم، يعني كل حاجه متوافقه مع بعضيها. الفيديو نفسه والليركس، الفيجوال اللي انت شايفه في الفيديو، الكلمات اللي بتطلع، الفايب اللي انت حاسسها لما بيدخل احمد سعد بالصوت بتاعه، او لما بيدخل الجوكر بالكلمات بتاعته، فكل حاجه لايقه على بعض. انا بصراحه بالنسبه لي التراك ده متكامل، حرفيا متكامل. يعني حته احمد سعد دي بس عادي، يعني ممكن اتغاضى عنها، لان الحته دي يعني بسيطه قوي، او ممكن تكون عاجبه ناس تانية، بس هي عندي انا ما عجبتنيش، يعني حنيكت كتيره عليها فما عجبتنيش. فبس انا بالنسبه لي بصراحه انا شايف التراك ده كله متكامل. فبس يا عند كده يا زميلي، يعني انا حاسس ان طلعت اتكلمت بجد كتير. انا كنت عايز اهزر والله العظيم، كنت طالع اهزر، ولقيت الجوكر واحمد سعد منزلين تراك، فقلت ليه بقى انت خدت بالك، وهندخل بقى نتحنيك بقى يا زميلي ونشكل ونعقب والحاجات دي كلها. فبس ما طلعتش اي حاجه من ده كله. فكل سنه وانت طيب يا اسطى. بمناسبه رمضان، ده اخر فيديو هينزل في الرياكشنات الاغاني، واللي جاي كله هيبقى مسلسلات، واللي هيتعرض في المسلسلات وهكذا. وهنبدا انت فاهم ايه، نرجع سلسله فيديوهات اعاده مسلسلات، لانه وحشاني بصراحه. فبس يعني لايكك، سبسكرايبك، يعني الحاجات الحلوه دي، وبحبك والله العظيم. كل سنه وانت طيب، وصوما مقبولا وذنبا مغفورا، صوما مقبولا وذنبا مغفورا وافطارا شهيا عليك وعلى اللي بيحبوك وعلى الناس كلها. بحبكم والله العظيم. اعملوا لايكات والله يا جدعان، والله بتزعلوني والله. انا مش يعني الواحد بيسهر بالليالي عشان يعمل لكم فيديو، وانتوا مفيش حد يعمل لايك. سلام. السلام عليكم.